في آية دايما بنرددها، يمكن بنحس براحة غريبة من غير ما نفهم سرها كامل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآية دي جت من قصة عظيمة في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة الكهف. قصة شباب اختاروا ربنا رغم كل الضغوط اللي حواليهم. وسبب الآية إن أصحاب الكهف كانوا عايشين وسط ناس بيعبدوا غير ربنا، والفتنة كانت قوية جدا لدرجة إنهم اضطروا يسيبوا حياتهم كلها ويهربوا بدينهم. في اللحظة دي وهم داخلين الكهف، مكان مظلم ومجهول، ما كانش معاهم خطة واضحة ولا ضمان اللي هيحصل، لكن كان عندهم يقين، فدعوا الدعاء ده. يعني الآية اتقالت في وقت كان كله خوف وغموض وفقدان سيطرة ومفيش أي حلول ظاهرة، ومع ذلك اختاروا يلجأوا لربنا. الآية بتقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة. هما ما طلبوش أي رحمة، قالوا من لدنك، يعني رحمة خاصة جدا من عند ربنا، مش من أي سبب دنيوي. رحمة تحميهم وتطمن قلبهم، تغطي نقصهم وضعفهم، تعمل لهم اللي هم مش قادرين يعملوه لنفسهم. ربنا قال كمان: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني يا رب، رتب لنا حياتنا، سهل لنا الطريق الصح، خلي اختياراتنا مظبوطة، وخد بإيدينا للخير حتى لو احنا مش شايفينه. كلمة هيئ هنا كلمة عظيمة جدا، معناها ان ربنا قادر يدبر كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وكأنهم بيقولوا: احنا مش عارفين نتصرف، فانت رتب لنا كل حاجة. أهمية سورة الكهف: السورة دي مش مجرد قصة، دي حماية للقلب والعقل من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان اللي بيقراه بيكون له نور، وفيها وقاية من الفتن الكبيرة زي فتنة الدنيا وفتنة الدين. السورة دي بتتكلم عن 4 فتن أساسية. أول حاجة فتنة الدين، ودي كانت قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال ودي صاحب الجنتين، وفتنة العلم ودي موسى والخضر، وفتنة السلطة ودي ذو القرنين. وكأنها بتقولك أيا كانت الفتنة اللي هتقابلك، الحل هو الرجوع لربنا. الرسالة في الآية بتقولك مش لازم تكون في كهف عشان تقول الدعاء ده، انت ممكن تكون تايه، مضغوط، خايف من قرار، أو حاسس حتى انك لوحدك. وقتها الدعاء ده هيكون هو المفتاح. اطلب من ربنا رحمة تحوطك، واطلب منه يرتب لك الطريق الصح حتى لو انت مش شايفه. اوقات كتير احنا بنفكر اننا لازم نبقى عارفين كل حاجة قبل ما نتحرك، لكن اصحاب الكهف علمونا ان اهم حاجة تتحرك ناحية ربنا، وهو هيهيئ لك الطريق. فاللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.